كفايه كلين كود. انت سمعتها صح. احنا كمبرمجين ساعات بنضيع ايام كامله عشان الكود يطلع كانه بيت شعر، بس الحقيقه محدش بيشوف ده غيرك. ولو فضلت مهووس بالكلين كود على حساب التسليم هتخسر العميل وهتخسر الشغل وهتخسر وقتك. السلام عليكم، انا طارق العبد، وهنا بنتكلم عن البرمجه وسوق العمل. في الفيديو ده هحل لك الازمه دي، هقول لك امتى فعلا الكلين كود ينقذك وامتى يبقى مجرد مضيعه للوقت. هنشوف امثله ازاي تفرق بين الكود النظيف واللي متكلف زياده عن اللزوم، وهقول لك ادوات وخطوات تخلي الكود بتاعك يفضل منظم من غير ما تبالغ. وخليك معايا للاخر لان مجهز لك هديه جامده. ويلا بينا نكسر خرافه الكلين كود. في كدبه ماشيه بين المبرمجين بقالها سنين، الكود النظيف اهم من اي حاجه. الحقيقه الكلام ده مش دايما صح. ليه؟ لان في الشغل الحقيقي الكود مش بيتقاس بالجمال، الكود بيتقاس بحاجه واحده، هو بيقدم قيمه ولا لا. القيمه دي مش بس ان الكود يشتغل النهارده، لا، في معايير تانية اهم. هل اقدر اعدل عليه بسهوله بعد شهر او اتنين؟ هل لو حصلت مشكله في الكود اقدر الاقيها بسرعه واصلحها ولا هضيع اسبوع كامل؟ هل زميلي اللي هيجي بعدي هيفهم الكود بسهوله ولا هيدعي عليا؟ دي معايير حقيقيه، بس خلي بالك مش لازم نوصلها للاكستريم. انا فاكر موقف حقيقي، كنا شغالين في مشروع كبير والفريق كله كان غرقان في تنظيف الكود، كلاسز متقسمه بشكل مبالغ فيه، فانكشنز صغيره لدرجه انك مش فاهم بتعمل ايه، دوكيومنتيشن متكلفه لدرجه ان كل حاجه بتتكتب يتعمل لها كومنت ودوكيومنتيشن. بس في الاخر التسليم اتاخر والعميل كان على وشك يوقف العقد كله. ساعتها اتعلمت ان الكلين كود مش هدف في حد ذاته، الكلين كود وسيله تخلي الكود قابل للتعديل بسهوله، وسهل نصلح المشاكل اللي تطلع بعدين، وسهل نفهمه حتى بعد شهور. لكن لو الكلين كود بيأخرك من غير ما يضيف قيمة حقيقية يبقى مجرد مضيعة وقت. البرمجة مش مسابقة مين كوده شكله أحلى، البرمجة مسابقة مين يقدر يسلم أسرع وأذكى من غير ما يسيب وراه قنبلة موقوتة اللي هي التكنيكال ديتس. قبل ما تقعد تنظف الكود بالساعات في اختبار بسيط لازم تعمله، انا بسميه اختبار ال5 اسئله. لو الكود بتاعك نجح فيه يبقى تمام، لو لا يبقى محتاج يتظبط. اول سؤال، هل الكود مقروء؟ يعني لو حد تاني فتحه يقدر يفهم بيعمل ايه من غير ما يقعد ساعتين يحل الغاز؟ تاني سؤال، هل الكود قابل للاختبار؟ يعني اقدر اكتب له يونت تيست او انتجريشن تيست بسهوله، ولا كل حاجه داخله في بعضها ومفيش حاجه واضحه؟ تالت سؤال، هل الكود سلوكه ونتيجته متوقعه؟ يعني لو حصل ايرور اقدر اتخيل من اول مره، ولا الكود ممكن يعمل حاجه غريبه محدش متوقعها اساسا؟ رابع سؤال، هل الكود بسيط ولا متنظف بزياده؟ في ناس بتحب تبالغ، يقطع الكود 100 فانكشن صغيره عشان يبان نظيف، النتيجه تعقيد على الفاضي. الكود النظيف هو الكود البسيط مش المعقد. واخيرا، هل الوقت اللي ضاع في التلميع راجع عليك بعائد؟ يعني فعلا الكود هيبقى اسهل في الصيانه والاضافه بعدين، ولا بس شكله حلو في عينك وخلاص؟ انا دايما بعمل الاختبار ده قبل ما اقرر انظف ولا اسيب الكود زي ما هو. ولو ركزت في الاسئله دي هتكتشف ان الفرق بين الديرتي كود والكلين كود مش الشكل، الفرق هو القيمه. طيب خلينا ناخد مثال عملي بدارت وفلاتر. وانا عارف ان مش كلنا بنشتغل فلاتر، بس صدقني نفس المبدا ده تقدر تطبقه في اي لغه او اي فريم ورك. خلينا اوريك كود بسيط جدا وبعدين نبدا نصعب الموضوع شويه. خلينا ناخد مثال بسيط كده بدارت. ده طبعا ديرتي كود، يعني هو كلاس بسيط جدا، والمين بنحاول اننا نطبق ونستخدم فيه الكلاس ده. الكلاس ده عباره عن يوزر، فيه طبعا مجموعه من الفيلدز اللي هي نيم والايميل والايج، وطبعا الكونستراكتور بيستقبل الفيلدز دي، مفيش اي فاليديشن، لو دخل اي ايميل باي شكل كان هيقبله عادي، مفيش اي مشكله خالص. الكود نفسه طبعا على المستوى الصغير اللي هو معمول فيه تمام بسيط جدا والدنيا تمام، ولكن لما يكبر هتلاقي طبعا جزئيه النيم البارامترز اللي هي معموله بوزيشن بارامترز وكده، فدي برضو مش احسن حاجه. لما جينا نستخدمه مثلا، ده الاوبجكت اللي احنا عملناه من الكونستراكتور وادينا له القيم، ولو الفيلدز دي او البارامترز دي زادت شويه مثلا بقوا كمان 2 ولا حاجه، فعلا انت هتوه. يعني انت دلوقتي اساسا لازم كل مره عشان تعرف هو الاولاني الاسم ولا الميل، فبتلاقي عارف انت اللي هو انت بتتلخبط اساسا. زائد طبعا البرنتات بالشكل ده، يعني طبعا لو انت بتستخدم دارت هتلاقي ان هو حتى من ضمن الحاجات اللي هو بيقول لك عليها ما تستخدمش برنت. وكمان انا هنا عامل مش مستخدم السترينج انتربوليشن، مستخدم فيها البلس والكلام ده كله. ولكن على النقيض خلينا نحسن شويه في الكود الجميل ده. على النقيض بقى عندنا ده يعني كود كلينر اكتر. اول حاجه هتلاقي برضو نفس الفكره، اولا محققين فيها الاميوتابيليتي. عندنا طبعا النيم والايميل والايج هم عباره عن فاينل
تمام. وطبعا عندنا في هذا الكونستراكتور الجميل مخليينه نيمد بارامترز، وبالتالي انت لما تيجي تنادي عليه وتستخدمه بتبقى عارف الفاليو اللي انت بتسندها او بتبعتها دي انت بتديها لاي بارامتر فيهم بالظبط، وبالتالي يعني الريدابيلتي بتبقى اعلى واحسن. زائد ان احنا ضفنا هنا فاليديشن بسيط جدا في الكونستراكتور، بحيث ان انت لو انت بتعمل اوبجكت واديت لي ايميل ما فيهوش ات، ده طبعا فاليديشن بسيط جدا، very basic validation، هيبدا ان هو يثرو exception او يثرو error بشكل عام. وطبعا ده التو سترينج علشان لو انت بدل ما انت تحتاج ان انت نعمل زي ما كنا بنعمل كده، اللي هو انا محتاج ان انا اطلع الفيلدز من جوه الاوبجكت واحده واحده، ولكن هنا انت مجرد ان انت تقول له برنت الاوبجكت نفسه هيفعل التو سترينج يا باشا، وتلاقيه بدا ان هو يبرنت الحاجات اللي موجوده في التو سترينج. وبالتالي الدنيا منظمه احسن بكتير جدا، وانا عايز اقول لك ان دي حاجه بسيطه جدا. وبكده الكود مش بس شكله اشيك، ده كمان اسهل في الاستخدام، اسهل في الصيانه، ولو جيت تطور عليه بعد سنه هتلاقي الدنيا واضحه. المهم هنا ان الهدف مش نخلي الكود مثالي بنسبه 100%، الهدف ان الكود يفضل عملي مقروء وسهل يتضاف عليه. هتقول لي لا يا طارق، ده حتى لو رجعت له بعد شهرين انا فاهمه، عندك حق. عشان كده خلينا اديك مثال اتقل شويه، وطبعا في مشاريعنا في اتقل من كده بكتير. ده مثال بسيط جدا، عباره عن شاشه سكرين عاديه بتجيب مقالات من اي بي اي، مجموعه ارتكلز من اي بي اي. المفروض ان احنا عاملين ده كله بفلاتر طبعا، وعاملين النسخه الجميله دي اللي هي الديرتي حرفيا. علشان تعرف هي ليه ديرتي، اولا احنا اول نقطه احنا مهندلين الستيتس جوه اليو اي، مهندلين اللوجيك نفسه، يعني عاملين حتى الفيتش ارتكلز ده اللي هو بيكلم الاي بي اي اساسا، وهنا بنهندل الستيتس وبالنادي بنكلم الاي بي اي، وبنهندل الريسبونس اللي جاي والستيتس كود بتاعته والكلام ده كله، وبنجيب جيسون بارسنج، يعني حتى ما بنعملش بارسنج، مفيش موديل، مفيش تايبس، انا باخد الحاجه وهي ماب او اللي هو يعني بالشكل ده وبسندها عندي، فعارف انت اللي هو الدنيا بايظه على الاخر خالص، وبعمل عمليه الفلتريشن جوه. وبالتالي انت عندك بيزنس لوجيك جوه اليو اي نفسه. تنزل بقى لليو اي هتلاقي طبعا هندله الستيتس، اللودنج في حاله اللودنج تعمل كذا، طب في حاله الايرور هتعمل كذا، طب في حاله اللي هو لا لو الدنيا تمام، فبتلاقي نفسك عاملها بالشكل ده. عارف انت اللي هو كله حرفيا متعجن كله متعجن جوه بعضه. ودي طبعا لو انت هتعمل سكرين تانية انت ممكن تفصلها، حتى لو فصلتها في فايلات منفصله، يعني حتى دي ممكن تعملها في سكرين تانية، ارتكل ديتيلز سكرين، وبرده نفس الفكره. يعني عارف انت اللي هو الدنيا بايظه في اكتر من مشكله هنا، سواء هندله الستيتس سواء وعلى فكره الكلام ده والطريقه دي بنشوفها كتير جدا، وانا ما زلت بشوفها في مشاريع لناس كانت شغاله عليها، يعني كان بيجي لي ناس عملاء والمفروض اننا نشتغل على بروجكت نعدل حاجات فيه او غيره، الاقي فعلا البروجكت بنفس الشكل اللي قدامنا ده. سواء ممكن هم لو طبعا يعني اللي كان اشتغل عليه تطوع كده وعمل حاجه حلوه، ممكن يجي واخد الفانكشن دي حاططها لنا في كلاس بره خارجي بنفس الشكل بنفس كل حاجه كده، والدنيا حرفيا بايظه. الكود ده اولا لك ان تتخيل ده صفحه، ما بالك بقى البروجكت لما يكون فيه 20 30 صفحه وكلهم بنفس الطريقه دي. وانا عايز اقول لك ان ده لما تبوظ حاجه في ناحيه هتلاقي حرفيا لما تيجي تعدل هتبوظ حاجه تانية. فوقتها يعني في الحاجات اللي زي كده احنا بنبدا ناخد خطوات اللي هو اعاده بناء البروجكت كله. خلينا نشوف بقى كده حاله منظمه شويه. انا طبعا عملتها علشان تقسيمات الفايلز وكده، عملتها كلهم برضو في نفس الفايل، بس انت هتقسمها بقى فايلات على حسب الكلاسز وكده. خلينا نشوف. دي طبعا نسخه انضف ملايين المرات. طيب ايه اللي حصل؟ اولا احنا بقى عندنا موديل، قسمنا الدنيا وعملنا موديل دلوقتي اللي هو الارتكل، وعملنا في الفانكشن الجميله دي اللي هي الفروم جيسون، علشان طبعا نديها اي جيسون او اي ماب عندنا ويطلعها لنا على هيئه موديل نقدر نستخدمه. وطبعا الموديل معمول له نيمد بارامترز والدنيا متظبطه ومتنظمه. قسمنا السيرفيس، خلي بالك زي ما قلت لك انا مقسمها كده، ولكن عاملها كلهم في نفس الفايل بس للتوضيح. ولكن انت المفروض بتيجي واخد الموديل ده حاطه في فايل، حاطه في الاركتكتشر وفي الاستراكشر اوف فايلز بتاعه. كذلك طبعا السيرفيس ده طبعا احنا مقسمينه، عاملين السيرفيس المكان اللي هو بيكلم الاي بي اي مجمعينه في مكان واحد، وطبعا مهندلين الفانكشن بشكل منظم ومرتب ومظبطين الدنيا كده، وعاملين فيه باجينيشن وغيره لو احنا محتاجين. تمام. السيرفيس دي برضو تاخدها في فايل منفصل لوحدها. هنا طبعا مجمعين الاب ستايلز في مكان بعينه، مكان واحد. المكان ده فيه كل الستايلز بقى، سواء الوان سواء مش عارف ايه كورنر مش عارف ايه الكلام ده كله. مقسمين اليو اي نفسه الى ويدجتس لحاجات صغيره، يعني عاملين الكارد نفسها بتاعت الارتكل وحاطين فيها الكود بتاع الارتكل كارد،
التايتل اند بودي، الهوم سكرين نفسها بنبدا بقى كده فيها ننادي الحاجات اللي احنا عايزين نعملها بقى، سواء اوبجكت من السيرفيس، ونقدر اننا ننادي الفانكشن، مجرد ننادي الفانكشن ما فيهاش اللوجيك بتاع الفيتشر ارتكلز، مش موجود هنا. كذلك طبعا اليو اي مجرد ان انا بهندل في اليو اي بالستيتس، الديفرنت ستيتس بتاعته. وفي طبعا الدنيا متقسمه لويدجتس مختلفه، حتى الايرور فيو متقسم لويدجت مختلف، والارتكل ديتيلز سكرين، والدنيا منظمه ومتقسمه. وبالتالي دي فايده من اهم فوائد الكلين كود. الكود ده لما ترجع له بعد شهر، شهرين، سنه، او اي مده زمنيه، هتلاقي نفسك عارف تقراه وعارف ان انت تمنتين عليه وتزود عليه وتصلح اي مشاكل واي باجز، وتبقى مبسوط وانت شغال عليه. وبالتالي دي اهم فوائد الكلين كود. يلا بينا نرجع. نفس الفكره بالملي تقدر تطبقها في اي لغه. افصل اللايرز كويس، اكتب موديل وخلي اليو اي خفيف وواضح، وافصله يا باشا عن اللوجيك. بصراحه انا شفت فرق كبير جدا بين فرق عندها ادوات بتظبط الكود اوتوماتيك، وبين فرق بتسيب الموضوع للاجتهاد الشخصي. النتيجه في الاولى الناس بتتخانق اقل، وفي الثانيه الخناق بيبقى يومي. ليه ما حطيتش سطر فاضي؟ ليه ما سميتش المتغير كذا؟ وده بيضيع وقت واعصاب ومجهود من غير اي لازمه. الحل في ادوات تساعدك، يعني بدل ما نفضل نراجع بعض على تفاصيل صغيره، نخلي المكنه تظبط الشغل وتمنع الغلطات التافهه قبل ما الكود يوصل اساسا للريبو. نعمل كده ازاي؟ في بايثون مثلا في ادوات زي بلاك للفورمات، ورفل للتشييك على القواعد، وباي تيست للتستنج. اما بقى في محبوبه الجماهير دارت وفلاتر، اللي عامل لك خصم جامد جدا على دبلومه فلاتر ودارت، اسالنا عنها في الكومنتات. وما تنساش وانت تحت تعمل سبسكرايب عشان نكمل 100,000 مشترك كده. المهم في دارت وفلاتر عندك دارت فورمات ودارت انالايز، اللي يضمنوا الكود يطلع منظم وما فيهوش مشاكل واضحه. المهم طبعا تظبيط اللينترز والانالايزر. والموضوع مش بيقف هنا، تقدر تضيف حاجه اسمها بري كوميت هوكس، يعني اول ما تيجي تعمل كوميت يشيك على الكود اوتوماتيك، ولو في حاجه مش متظبطه الكوميت يتمنع لحد ما تصلح الكلام ده. وطبعا في السيرفر نفسه في خطوه السي اي، اي كود مش مطابق للمعايير يتقفش تلقائي. النتيجه مفيش خناق على التفاهات، المراجعة تركز على التقيل المهم، الكود بيدخل نضيف من أول يوم، والأهم إنك بتحافظ على وقتك ووقت فريقك. يعني بدل ما تضيع ربع ساعة تناقش تحط أقواس هنا ولا لأ، تخلي النقاش ازاي نحل المشكله دي بابسط طريقه. خليني احكي لك قصه، بس ما تنساش سبسكرايب. في مشروع اشتغلت عليه من فتره، كان عمله مبرمجين تانيين. الكود كان عباره عن غابه فانكشنز طويله، متغيرات باسماء غامضه، وكل ما تيجي تصلح بج يطلع لك 10 تانيين. في البدايه العميل كان متحمس جدا، عايز يطور فيتشرز جديده وبسرعه، لكن اللي حصل ان كل خطوه صغيره كانت بتاخد وقت اضعاف. ليه؟ لان الكود نفسه مش نظيف، زي عربيه ماشيه على طريق كله مطبات، اي محاوله تزود السرعه العربيه نفسها هتتبهدل. العميل بدا يزهق، ليه كل تعديل بياخد وقت؟ ليه البجز بتظهر كل اسبوع؟ طب نرمي المشروع نبدا من الصفر. بصراحه في اللحظه دي كنت حاسس ان العميل هيطير، وانا كنت عايزه يطير. لكن بدل ما نقول نرمي كل حاجه ونعمل اعاده بناء واللي كان هيكلف وقت وفلوس ضخمه، قررنا نركز على اهم نقطتين. اول حاجه اعاده تسميت وتنظيم الملفات الاساسيه اللي بيتبنى عليها باقي المشروع، ومنها نفهم الخبايا ونطلع اللوجيك من جوه اليو اي ونظبط اللايرز. 2 نكتب تيستس بسيطه لاكتر فانكشنز حساسه اللي كانت بتبوظ المشروع كل شويه. صدقني التغييرات دي ما خدتش وقت طويل، يمكن اسبوع واحد بس، لكن الاثر ضخم جدا. الاداء او البرفورمانس اتحسن، عدد البجز قل بشكل واضح، والاهم العميل نفسه حس ان في فرق حقيقي. في اسبوع واحد بس قلبنا مسار مشروع بالكامل، مش عشان كتبنا كود جديد، لكن عشان نظفنا ومشينا صح. وبالتالي مش كل مره تلاقي كود مش نظيف يبقى لازم تنظفه، لان الحقيقه التنظيف نفسه بياخد وقت ومجهود. ولو فضلت كل يوم رافع شعار كلين كود فوق كل حاجه، عمرك ما هتسلم حاجه. انا شخصيا كنت زمان بعمل الغلطه دي، اقعد انظف في كود مش هفتحه تاني غير بعد سنه، واضيع فيه ساعات، والنتيجه تسليمات بتتاخر، العملاء يزهقوا، التيم يتاخر كله. اللي اتعلمته بعد كده حاجه مهمه جدا، مش كل كود يستاهل تنظيف دلوقتي. امتى انظف؟ لو الكود ده هلمسه تاني قريب خلال شهر او 2، لو الكود ده في قلب المشروع يعني اي مشكله فيه هتاثر على حاجات كتير، لو عندي باجز متكرره في نفس المكان. لكن لو كود قديم في ركن بعيد هادي ومحدش هيلمسه غير بعد سنه، يبقى سيبه زي ما هو، ما تلعبش فيها طالما شغاله، وركز وقتك على اللي بيأثر دلوقتي.
دلوقتي. عشان كده انا بقيت اشتغل بحاجه اسمها ريفاكتور بادجت. يعني ايه؟ يعني من كل سبرنت بسيب 10 او 15% من الوقت مخصص للتنظيف مش اكتر، وده بيخليني اوازن بين حاجتين: اسلم فيتشرز جديده بسرعه واضمن ان الكود بيتحسن تدريجيا من غير ما يعطلني. الخلاصه، الكلين كود مهم بس مش لازم نخليه صنم. المعادله بسيطه: احترم النظافه بس سلم الاول. خليك دايما فاكر الكود لازم يتقرا ويتفهم ويتطور بسهوله، بس في نفس الوقت مش كل ريفاكتور يستاهل انك تضيع عشانه اسبوع. ولو عايز تكمل رحلتك وتعرف ازاي الكود النظيف والمهارات الصح ممكن يوصلوك تبقى تيم ليد، هسيب لك فيديو هنا. سلام.